والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن بعد. آبائنا، إخواننا، أبنائنا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يستضيف مسجد العزيز حي طلايبة في هذا اليوم الطيب المبارك فضيلة الشيخ الصادق غمام عمارة حفظه الله تعالى. كان قد شرفنا سابقا بالزيارة والمحاضرة، وهو اليوم يزورنا ويشرفنا من جديد، وسوف يتكلم في موضوع علمي عقائدي سلوكي وعظي واقعي له إسقاطات في حياتنا المعيشية العامة والخاصة. وسمى هذا الموضوع بوقفات مع أسماء الله الحسنى، اسم المهيمن أنموذجا. أحيل إليه الكلمة ليشرف آذاننا وحتى نفيد من علمه وتخصصه. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يسدد خطاه وأن ينفعنا بما يقول. وإليه الكلمة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء كل شيء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى. وصل وسلم وبارك يا ربي على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أولا أن أتقدم بخالص الشكر لهذا المسجد الكريم العامر المبارك، وعلى رأسهم شيخنا الأستاذ الدكتور عبد القادر مهوات على استضافته، وشيخنا الشيخ أحمد تلحيق إمام المسجد، وجمعية المسجد، ورواد المسجد من أهل هذا الحي ومن الأحياء المجاورة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقبولين وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. أيها الإخوة المؤمنون المسلمون، هذا الموضوع الذي أريد أن أتناوله في هذا الدرس في هذه المحاضرة هو موضوع في غاية الأهمية، وموضوع نحن بحاجة إليه، سواء على المستوى الفكري، على المستوى السلوكي، على المستوى الروحي، هذا متعلق بذواتنا، على مستوى تعاملنا مع الناس. وهذا هو الغاية من الدرس والغاية من هذه المحاضرات. الموضوع متعلق بأسماء الله الحسنى، وبالتحديد اسم الله المهيمن. وهذا الموضوع بعده الأول عقدي بامتياز، وإسقاطاته واقعية سلوكية في معاملاتنا، في تفكيرنا، في قناعاتنا. وهذا هو المعنى الأساس أيها الإخوة بدراسة الأمور العقائدية. كي نتأمل القرآن الكريم لما وضع الأسس
التي يجب أن يسير عليها الإنسان والمسلم كونه هو المخاطب، الموضوعات العقدية الغيبية ليست أمور نظرية تدرس لنتسلى بها. لما نتكلم عن الألوهية أو نتكلم عن الربوبية أو نتكلم عن أسماء الله وصفاته، نتكلم عن الأمور الغيبية، نتكلم عن الملائكة، نتكلم عن الإيمان بالأنبياء والرسل، نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، بالجنة والنار وأحوال المعاد. هذه أمور ليست أمورا نظرية نقرأها وخلاص، لا، وإنما ينبغي بل الواجب أن يظهر آثارها في الحياة السلوكية الواقعية المشاهدة. ولهذا لو نتبع المجددين أيها الإخوة، تشوف المجددين يعني مصداقا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. التجديد هنا ماهوش تجديد الدين يعني باش يجيب لنا دين جديد، لا، ماهوش باش يجيب لنا عقائد جديدة. قال يا ودي كاين حوايج في العقيدة ناقصة هي يكملها المجدد، لا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين اكتمل. طيب طبيعة التجديد، طبعا عندها طبيعة التجديد فيها عدة مجالات. من بين الأمور المهمة في التجديد هو تثوير أو تفعيل هذه المعاني العقائدية التي تكاد تندرس عند الناس ويهتم الناس فقط بها في الجانب النظري، كما وقع في عصر الانحطاط. في عصر الانحطاط، انحطاط المسلمين، أصبحت الكتب تؤلف والحاشية على الحاشية والحاشية على الحاشية، وغرقوا في علم الكلام وفي تفصيلات وفي تفريعات، ودخلوا في وحد الأمور ما يحتاجهاش لا الفلاح ولا غيرها، يعني أمور يعني أشبه ما تكون بالسفسطة أو بالفلسفة. قد يكون لها يعني بعد في مجالات معينة، ولكن الاشتغال بالأمور النظرية لما نشوفه يؤلف 1000 كتاب في العقيدة، ونشوف الواقع المسلمين نلقى الكذب والغش والتخلف والجهل والعصيان والفسوق والازدراء والتهميش وسوء الأخلاق فعندما نوازن بين الأمرين فنجد هو كبيرا. ولهذا أيها الإخوة، عندما ندرس العقيدة، ومن بين الأساسيات في العقيدة أسماء الله الحسنى، ينبغي أن يكون هناك بعد عملي واقعي سلوكي تفاعلي، أو كما يحب أن يصطلح عليه بعض المفكرين تثويري. معناه كاين معاني لازم تثورها في نفسك باش تترجم إلى واقع عملي. ولهذا ربما من بين الأمور التي يذكرها الناس اليوم أن لما يكون الإنسان على أريكته وفي طمأنينته وسكينته في بيته، المكيف صيفا والمدفأ شتاء، المأكولات ما لذ وطاب، وهو ينظر، فإذا ما جاء أول ابتلاء تجده أول الفارين أو تجده أول المتولين، وهذه كارثة كبيرة. هذه لا شك أن هناك خلل معين، كاين مرض من الأمراض. هذا المرض هو أن هذه العقائد التي نحن ندرسها والتي استقرت في أذهاننا إن لم تترجم إلى واقع عملي فهذا يدل على أن هناك خللا ما. ولهذا أيها الإخوة، عندما ندرس أسماء الله الحسنى، الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سبحان الله. إذن أول فائدة وأول درس أن هذه الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى هذا جانب عقائدي. نحن كمسلمين
نؤمن أن الله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة، والأسماء هذه مذكورة في القرآن الكريم وذكر كثير منها في السنة، وهي أكثر من أن تعد وتحصى، كما في الحديث: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمسألة يعني هذه من عقائدنا المبسوطة في القرآن الكريم وفي السنة. لكن هذا الجانب العقائدي. الجانب الفعلي السلوكي، رب سبحانه وتعالى قال: فادعوه بها. إذن الدعاء هناك جانب تعبدي، جانب سلوكي. ولهذا لما فسر المفسرون وعلماء العقيدة وعلماء السلوك الذين يتكلمون في أسماء الله، قالوا هذه الأسماء، نحن في انطلاقا من هذه الآية فادعوه بها، يعني هناك تخلق بهذه الأسماء، وهناك تعلق بهذه الأسماء، وهناك تحقق بهذه الأسماء. التخلق يعني كما ورد في الحديث، يعني أن واحد مش باش يتسمى بأسماء الله، يجي واحد باش تسميه باسم من أسماء الله ما تجيش، بالصح التخلق بهذه الأسماء. الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، أثر هذا الاسم في حياتي أني أتصف بالرحمة هذه الإلهية، يعني أني نسعى في هذه الاسم المتضمن لصفة الرحمة أن يكون لي منها نصيب. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما نقرأ في الآية الأخرى في نهاية سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللي هي الرأفة والرحمة الموجودة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا توجد ولم توجد عند أحد قط. يعني الرحمة الكاملة هذه اللي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلها منطلقة من هذا التخلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم مع هذا الاسم، اسم المهيمن. المهيمن كما قال لي واحد، قال لي تو اسم المهيمن، قال لي نعم، عمري ما سمعت واحد يقول له عبد المهيمن. عبد المهيمن، تو الناس كل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد القادر، عبد الجبار، عبد الرزاق. عبد المهيمن قليل، اللي نظن قال لي فيه نزلتنا كامل ما كانش عبد المهيمن. وصحيح فعلا كاين يعني من بعض الأسماء يعني نادرا ما يتسمى بها. المهيمن أيها الإخوة، هذا الاسم لما تطالع معانيه وتشوف تجد أنه من الأسماء الجامعة. اسم المهيمن اسم جامع. الهيمنة طبعا في معناها البسيط، يعني معناها الهيمنة هي السيطرة، هي الغلبة، هي الإحاطة. مهيمن مسيطر. حتى في الدارجة انت يقول لك، حتى في الأخبار والناس يسمعوا الهيمنة الأمريكية، يعني أمريكا مسيطرة على العالم، دايرتها في جيبها كل. هذا من المعاني. معنى المهيمن أيها الإخوة، المهيمن الذي يتضمن هذا المعنى، معنى الإحاطة ومعنى السيطرة على هذا الكون، يعني أن الله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي تجلى في اسمه المهيمن أن هذا الكون، كل الكون هو تحت أمر الله سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه شيء، لا يغيب عنه منه شيء. ولهذا الاسم المهيمن، هذا الاسم وش يجمع؟ باش تكون أنت عندك إحاطة كاملة، وش لازم يكون عندك؟ أول حاجة العلم الشمولي،
علم محيط. فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. وانتبهوا يا أيها الإخوة لهذه المعاني العقدية، ما تديروهاش حاجة سهلة، لأننا اليوم أمام تحديات، أمام أفكار، أمام أطروحات تأتي على هذه الجزئيات التي نتناولها. نحن الآن نتكلم في معنى عقدي من أعظم أصول العقائد. من عقائدنا أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، محيط بكل شيء، لا يغيب عنه شيء في العالم العلوي ولا العالم السفلي، في العالم الظاهر ولا في العالم الخفي. فالله سبحانه وتعالى وسع كما قال كرسيه السماوات والأرض. طبعا في بعض تفسير وسع كرسيه وسع علمه، فهذا معنى عظيم جدا. أول مقتضى من مقتضيات اسم الله المهيمن العلم. ثانيا الهيمنة والسيطرة وش لازمها مع العلم؟ لازمها القدرة المطلقة، علم شمولي بكل دقائق الأمور. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي هيمنة هذه؟ هيمنة بالعلم كل شيء. فلا يظنن ظان أنه خارج عن السيطرة، باش يتمرد باش تخرج عن السيطرة، ما كانش، مستحيل. هذا العلم. ثانيا القدرة، إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما كانش واحد باش يعترض على ربي. أعرف الخلائق بالله سبحانه وتعالى الذين وجه إليهم الأمر مباشرة هم الملائكة. وش قال ربي عن الملائكة؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذهم الملائكة الذين يعرفون عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل على كل شيء قدير، لا تخرج ذرة من هذا الكون عن علمه ولا عن قدرته سبحانه وتعالى. في هذا المعنى أيها الإخوة، في معنى العلم والقدرة، وش يجي النتيجة؟ النتيجة هي الإحاطة. الإحاطة هذه معنى السيطرة، الهيمنة. وقد جمع هذا المعنى جمع في آخر سورة الطلاق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا معنى عظيم جدا. الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا لما تجتمع هذه، الله سبحانه وتعالى عارف عن الدنيا كل وعارف الكون كل ولا يغيب عنه شيء من حاله. الله سبحانه وتعالى عارفك وعارف وش بيك وعارف مرضك وعارف شكواك وعارف ألمك وعارف وش تطلب.
والله سبحانه وتعالى هو القادر وحده أن يقيك من شر أو أن يرزقك هذا المطلوب الذي تنتظره. مش مطلوب يعني إذا كان باش تتيقن بهذا اليقين. لما نستحضر هذا المعنى فنأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى الذي هو الأمر للعباد والانطلاق من اسم الله المهيمن: ففروا إلى الله. وين تهرب أنت؟ والمن تفر؟ المن تفر؟ أنا أهرب إلى الذي لا يخفى عليه شيء، وأهرب إلى الذي هو على كل شيء قدير. أنا مش نروح باش نستنجد بواحد ممكن يعرف وممكن ما يعرفش، مش نروح باش نستنجد بواحد ممكن يقد وممكن ما يقدش، ممكن يقدر وممكن ما يقدرش. لا، أنا سأحتمي بالحمى، سآوي إلى ركن شديد. ففروا إلى الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الآن رانا نشرح في معنى الاسم: العلم والقدرة. العلم والقدرة يقتضي معنى ثالث، لأن المعاني كلها ربعة هي في معنى اسم الله المهيمن اللي راه مسيطر عن هذا الكون، وما قد حتى واحد يتنفس في هذا الكون إلا بإذن من رب العالمين سبحانه وتعالى. الرمشة اللي ترمش فيها الآن ربي قال لها كن فتكون، كل شيء. معنى الثالث الرقابة على هذا الكون، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: إن الله كان عليكم رقيبا. صحيح ممكن واحد يكون عنده علم وقدرة، قادر، وزيد معها العلم والقدرة، رد بالك راك مراقب، راك كل شيء مصور، راك عبارة عن داخل باش تدخل للسبيرات يقول لك حذاري كاين كاميرات مراقبة، استحفظ على روحك. هذه هي معنى الآن باش نتكلموا على الهيمنة، نتكلموا على الهيمنة يعني فقط بجانب نظري، لا. إذن فإن الله كان عليكم رقيبا. وش يقتضي هذا إن الله كان عليكم رقيبا؟ يزيد يجينا واحد المعنى آخر عميق في اتصال الصفات والأسماء بهذا الاسم العجيب، اسم الله المهيمن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. كمال الهيمنة ما تلقاش معها السنة ولا النوم، والله باش يغفل سبحانه حشاه، والله باش يسهى، لا أبدا. كنت تقرأ في بعض عقائد اليهود عليهم من الله اللعنات، كنت تقرأ اليهود لما يتكلموا عن ربي كأنهم يتكلموا عن واحد صعلوك، يعني يتكلموا عن واحد مسوفج، يتكلموا عن واحد مافيا. وهذا حقيقة، وحقيقة واقعية، ما نش نتكلموا. اليهود كيعودوا يتكلموا عن ربي ذاكرين في كتبهم أن الله سبحانه وتعالى يفتش عن آدم في الجنة: يا آدم أين أنت؟ وين رحت؟ أين جيت؟ الله رب هذا باش تمن به، كيفاش رب يفتش عن آدم؟ أو في معنى عندهم في معنى آخر، طبعا معنى يطول، أن الله تصارع هو ويعقوب، سيدنا يعقوب برا، رب تعارك هو يعقوب، الجولة الأولى غلب ربي والجولة الثانية غلب يعقوب. أي تفاهة هذه في حق يعني المقدس العظيم، في حق الله جل جلاله. شوف المسلم النعمة والعزة اللي عاطيه الله ربي بهذه العقيدة التي تتجلى في اسم الله المهيمن. مهيمن رقيب لا يخفى عليه شيء، إن الله كان عليكم رقيبا لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذا هو المعنى، إن الله كان عليكم رقيبا. إذن فالاسم الله المهيمن يقتضي الرقابة. كي يقول لك يقتضي الرقابة، وش معناها؟ معناها استحفظ عن روحك. الله سبحانه وتعالى هيمن على هذا الكون، كل حركة
الكلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الهيمنة على الكون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أعطيني واحد مراقب في الدنيا هذه باش كل عمل كل فعل فعل في هذا الكون من بداية الدنيا الآخر الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كاش لو واحد قد يجيب لنا تقرير مفصل عن ملايير من البشر كل واحد وش دار، من هو باش يدير الدنيا؟ هذه الرقابة، هذه الهيمنة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في أواخر سورة مريم إن هم إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. باش تفوت على التحقيق والله ما فيها شيء. وهذا التحقيق اللي باش تفوت عنه الذي يتجلى في اسم الله المهيمن، أو التحقيق هذا وش فيه أو ما فيه شيء، أو كان حاجة باش تقول يا ودي راني ما درتش وراني ما خاف يا ودي هذه النهار هذا هاك درت هذه يا ودي لا راكم غالطين. الحساب هذا ما كانش راكم غالطين أبدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. لما يسمع الواحد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذه معناها الرقابة، هذه الهيمنة الإلهية على هذا الكون. ولهذا رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حدثنا عن أحوال القرآن الكريم، أحوال عجيبة. حدثنا رب سبحانه وتعالى عن حال أهل النار في يوم القيامة. ولهذا الكون هذا يا جماعة راو كأنها الحياة هذه رانا عشناها وكملناها وفتت، بدليل الأفعال الماضية التي يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى في التي يقول عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الهيمنة، هذا من معاني اسم الله المهيمن. إحاطة، رقابة، لا ظلم. الرقابة هذه والإحاطة في اليوم في الدنيا ويوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. ولهذا الله سبحانه وتعالى هذه الهيمنة وهذه السيطرة متجلية يوم القيامة. حتى في بداية سورة الفاتحة ملك يوم الدين، ملك يوم الدين يوم القيامة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ما تكلمش، هيمنة، من باش تتكلم شد بلاصتك، لا باش تركلامي ولا باش تقول لك نروح نشرب مه ونجي مريح، شد بلاصتك باش توقف وفردا وما تتكلمش إلا إذا أذن لك. هذه الهيمنة العظيمة جل جلال الله. المعنى الرابع إن الآن رانا متدرجين، رانا نفهم في هذا الاسم العلم الشمولي بدقائق الأمور، دقة أو جل، في الليل في النهار، في السر في العلن، في الخفاء في الظهور، علم. القدرة المطلقة، هذه الهيمنة لازمها القدرة. رابعا الرقابة، ناس كل راهي في مراقبة ومسجل كل شيء، ووجدوا ما عملوا حاضرا لا تأخذه سنة ولا نوم أبدا. المعنى الرابع الهيمنة هو المعنى يعني الجمال في اسم الله المهيمن، هو الحفظ والأمان في اسم الله المهيمن. بالله عليك أي أمان يبعثه هذا الاسم إذا تأملت في معانيه.
ولهذا وجدت سبحان الله في بعض كتب العقائد يذكرون عن بعض أهل اللغة، شوف، قالوا المهيمن أصلها في اللغة المؤيمن بالهمزة، وورد في اللغة، وهذا وارد، إبدال الهمزة بالهاء وارد ولا لا؟ وارد وكثير، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. يعني الهمزة والهاء في اللغة العرب، الله أعلم، أنا لم أحقق في الأمر، ما توسعتش فيه ياسر، لكن قالوا المهيمن، قالوا من معانيها من مقتضياتها، قالوا قد يكون أصلها المؤيمن، وهنا تأتي الإحاطة والهيمنة بالعلم التام بالقدرة الكلية التي تحمل معنى الشفقة ومعنى الرحمة على هذه الهيمنة على الكون. وهذا معنى متجلي في الكون، معنى الرحمة الإلهية المنتشرة. المهيمن يعني المؤمن الذي يؤمن غيره. ولهذا شوف مثلا بعض الوقائع القرآنية الذي يتجلى فيها هذا الاسم. شوف أم سيدنا موسى عليه السلام، شوف يجيها الأمر أرضعيه وألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. هذه معنى الهيمنة. والهيمنة تتجلى وين؟ ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به. يعني انقلب الأمر إلى أمان. ولد صغير، فرعون الذي حكم بأن كل مولود يجب أن يقتل، طبعا القصة معروفة، إلا سيدنا موسى عليه السلام ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ما تخافيش. هذه معنى الهيمنة على هذا الكون. يتجلى أيضا المعنى الهيمنة، يقول أحد المفسرين قال سبحان الله، قال هذه الهيمنة العجيبة بالشفقة بالرحمة بتمام العلم والقدرة والإحاطة، حتى في رفضه الرضاعة وحرمنا عليه المراضع. يا سبحان الله، تجيب له هاي يا سيدي هذا الطفل هذا رانا حابين نرضعوه، راه ما لقيناش ما لقاش، راه جاع، ما كان حرمنا عليه المراضع. عيب كون قال والو ما نرضعش. سألني من الذي أرشد هذا؟ من هو اللي أرشده؟ دل طفل صغير. وتجلت هذه الهيمنة حتى في زوجة فرعون، امرأة فرعون. سبحان الله، في القصر وفي ذلك الطغيان الشديد، وهي زوجة امرأة فرعون، وهي تتكلم بكل ذلك الأمان والثقة. يعني عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يا ودي خلوه هذا العالم نلقوه، نلقوه، هذا هو المعنى. أنا يفيدنا نلقوه على الأقل شاب ولا يقضينا، يروح يجيب لنا الخبز ويجي بمفهومنا. وهي وين هذه؟ هي وين امرأة فرعون؟ أي ما هيش في فرعون في قصر الجمهورية وهي بعيدة 1000 كيلو، لا في قلب القصر، ثم. شوف هذه معنى الهيمنة اللي فيها معنى الأمان، معنى الحفظ. سيدنا موسى عليه السلام وعندما أرسلوا إلى فرعون موسى وأخيه، رب سبحانه وتعالى قال إنني معكما أسمع وأرى فأتيا فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هو خاف، قال له يا ودي يا ربي كيفاش عندنا فرعون وطغيان، فرعون نتكلم على فرعون، يعني مش نتكلم على إنسان عادي، نتكلم على فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال وهذه الأنهار تجري من تحتي.
أفلا تعقلون؟ قال أليس لي ملك مصر؟ وفرعون هذا الذي قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ابني لي يعني طغيان. وفرعون الذي قال ما أريكم إلا ما أرى، فرعون الذي فعل الأفاعيل، قتل وصلب، عجيب. ومن بعد يقول يجيه سيدنا موسى ويقف أمامه، من هو اللي كان يقد يتكلم مع فرعون؟ منه باش يقد يقول حتى صباح الخير؟ ما نظنش كان يقولوا لا فيها من شدة شبيك يعني، أمر مفزع جدا. فرعون يجيه سيدنا موسى بأمر من الله، بأمان، بطمأنينة. قال له سيدنا موسى، قال له ربي، قال له وانت عن وش خايف؟ أنا معاك، روح قول له قولا لينا لعله يتذكر. قال سيدنا موسى قال أخاف أن يقتلون، يعني نخاف منهم. ما تخافش. أعطاه الفيزا، أعطاه الأمان. لما قال له إني معكما، خلاص توكل على ربي وراح، عاد ربي معاه. هذه الهيمنة، السيطرة بالشفقة بالرحمة للمؤمنين. وهذا المعنى شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث عجيب سبحان الله نتأمل فيه، هو في شرح عملي لاسم الله المهيمن. توك تولي مسافر هكا متوكل على ربي، بسم الله نوضت دمارات. يا أخي نقولوا في دعاء السفر ولا لا؟ تقرأ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ومن بعد يجي الدعاء. يعني أنت كش نهار تأملت يعني تقول له اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. يا سبحان الله، يعني أنت ربي نيراني مسافر ومعايا يا رب. هذا المعنى الذي نستحضره. ربما نقولوا فيه احنا دعاء السفر، هو الواحد يقول فيه، صح ما ينتبهش إلى هذه الدقائق. وهو معكم أينما كنتم، صاحب في السفر، يعني قال ربي راك معايا، يعني بحفظه، بعلمه، برعايته، بعنايته، بتيسيره، بتسهيله، بتوفيقه. والخليفة وش معنى الخليفة في الأهل؟ يرعاهم، يحفظهم، يكلأهم، ييسر أمورهم، يبعد عنهم الشر. يعني صار كي صاحب في السفر معناها القدرة هذه والهيمنة هذه. وين كان مشت معك انت في السفر جماعة قاعدوا بلاش، مش رصيد له. الهيمنة مش رصيد باش يفرغ، لا والو، راهي موزعة على جميع الخلائق بالكل. ولهذا شوفوا المعنى هذا هو الذي يتجلى فيه معنى الجمال هذا. يعني كي تقول انت واحد الهيمنة دائما عادة، هذا في الأغلب الأعم، أنه الهيمنة تدعو إلى الخوف ولا لا؟ الهيمنة مسيطرة. مش بيك انت الناس تشوف الآن في الدول، يعني الموساد والأف بي آي والسي آي اي مخابرات تحفظ، رد بالك الحيط راهو إذن اللي في الكون اليوم اللي ربما يتصف ببعض الصفات تاع مراقبة الناس، يتولد عنه خوف ولا ما يخافش، ولا يخاف شوي، واللي مستحفظ على روحه، واللي لكن المعاملة مع رب العالمين غير. لما علمت أن الله سبحانه وتعالى عليم وقدير ومهيمن وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، هذا يعطيك معنى الأمان، معنى الطمأنينة. سواء كنت في حياتك يعني اليومية في أعمالك، أن الله سبحانه وتعالى معك بتيسيره بتوفيقه بكل شيء. أو إذا حصل لك ظلم أو عدوان أو طغيان من أحد من البشر، تستحضر هذا المعنى. وهذا المعنى مبثوث في كتاب الله ونقرأه مع الأنبياء، في ظلم أقوام الأنبياء لأنبيائهم. وأن الله سبحانه وتعالى يعني يخبرنا في أغلب كثير من الآيات أن الله مع الأنبياء بالنصر، وأن الله مع الأنبياء بالحفظ، وأن الله مع الأنبياء بقهر عدوهم، وأن الله مع الأنبياء بإذلال عدوهم وبإعلاء كلمته. وهذا نقرأه في القصص القرآني. شوفوا الآن مثلا
نزيدوا نفصلوا شوي في قضية الهيمنة، نبدو نحاربوا في شوي خاثر. شوف مثلا من باب من الهيمنة كان عندنا واحد الباب في العقائد يسموه باب المعجزات. معجزة يعني باب الإعجاز. هذا الأنبياء أعطاهم ربي معجزات. وش هي المعجزة؟ قولوا لي يا جماعة، من يعرف لي المعجزة؟ تشاركوني شوي في الحديث. وش معناها معجزة؟ معجزة ربي قال للنار كوني بردا وسلاما، خرجت الناقة لسيدنا صالح وغيرها من المعجزات. أمر خارق، يعني أمر خارق. وش معناها أمر خارق؟ خارج على العادة تماما، يعني ما هي خارج على المألوف. زيد مقرون بالتحدي. مازال فيها قيد أخر مهم، المعجم سالم من المعارضة. عارف وش معنى هذه؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. كتجتمع الأوصاف الثلاثة نقولوا هذا إعجاز، معجزة. هو خرق العادة في الحقيقة ظاهرا يكفي، لكن خرق العادة قد تخرق حتى لولي الشيطان. من قضية أنه يعني يجيب ساحر يخرق العادة ما فيش مشكلة، معناها ما هيش حاجة كبيرة أنك تخرق لك العادة، لا، مقرون بالتحدي سالم من المعارضة، باش تتجلى المعجزة الإلهية الإسلامية الربانية. عارفين وش معناها المعجزة يا جماعة؟ معناها ربي حب يقول لنا الكون هذا راني أنا اللي خلقته، والنواميس نتاع الكون اللي يمشي بها الكون، القوانين نتاع الكون أنا اللي نتحكم فيها، وأنا اللي نتحكم فيها، وأنا اللي نبدلها، وأنت وش دخلك؟ ولهذا اليوم جانا واحد صنف من أصحاب الأطروحات الجديدة هذوما اللي ينكروا المعجزات. في الحقيقة كي ينكر لك المعجزة تقول له أنت صافي ياك مخالف ذات لاسم الله المهيمن. الهيمنة العلم والقدرة والإحاطة. يقول لك والو، كما يقول محمد شحرور وغيره، يقول لك قوانين الكون صارمة، هكذا كش منها والو. كيفاش قوانين الكون صارمة؟ قال لك والو كش منها، واحد طيشه في النار ايش عالشي والو كش منها، هو ربي ذكرها في القرآن، لا يقول لك عندها معنى آخر أنتم ما فهمتوش. يبدأ الآن لي أعناق النصوص. المعجزة حابة تقول للناس، يعني طبعا تجلى في المعجزة معنى صدق النبوة، واضح مفهوم، أن الناس اللي كانوا ولا السحرة أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون. فالسحرة لما شافوا هذا المشهد وش داروا السحرة؟ علاش سجدوا؟ علاش المتفرجين الغاشي علاش ما سجدوش؟ أبيكم الغاشي ما سجدش، فرج جماعة جاي يتفرج على المطش، كمل المطش راح. عليه؟ لأن السحرة تيقنوا أن هذا الأمر من عند ربي، ما هوش من عندهم، هم سحرة وألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا هي يعني حبالهم وعصيهم، فإذا يعني حتى سيدنا موسى خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وتو تشوف قال له أنك أنت الأعلى. أكبر دليل مادي على أن سيدنا موسى هو الأعلى سجود السحرة، ومش كان سجود وحده، راهو من بعد فرعون قالوا له دير وش تحب أنت، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. قال واحد من المفسرين بين قوسين يغفر لنا خطايانا اللي هي أنت كنت سبب فيه، اللي هي بسبتك أنت، اللي هو الرطب. عليه السحرة جاهم واحد اليقين في تلك اللحظة بحكم أن عندهم علمهم، أو العالم مش كيما الإنسان جاهل، حتى بالسحر عالم، ربي قال يتعلمون السحر والعلم. هم أول نقطة جتهم
بأن هذا الأمر اللي حدث أنه عصا وتنقلب إلى ثعبان، أن هذا الفعل هذا لا يقدر عليه البشر، يعني هم وبإمكانياتهم وبعلمهم سجدوا، عرفوا باللي هذا ماهوش من أمر البشر. ولهذا المعجزة أن الله سبحانه وتعالى من مظاهر هيمنته على هذا الكون أنه يفعل في ملكه ما يشاء وما يسامي حتى واحد. ولهذا ذكر لنا ربنا عدة نماذج من الناس اللي حابين يدعوا مثلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال أنا أحيي وأميت. شوف تحيي وتميت. سيدنا إبراهيم الذي لقنه الله عز وجل الحجة، شوف انتقل به من معنى يعني معنى قد يكون في متناول البشر بخزعبلات معينة، صار فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يا كل يوم احنا السمش من تزرق السمش، من نجي السمش يجي من الشرق، يجيبها انت من الغرب، ترى يلا. وهذا لا يكون إلا لله. ولهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام قال فإن الله، ما قالش فإن الشمس تأتي. شوفوا البعد الإلهي الكوني، التوحيد الخالص، توحيد يقطر راهو عند الأنبياء، راهو عسل المصفى. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب مباشرة، فبهت الذي كفر. ما يقدش. ممكن تقول أنا أحيي وأميت، ممكن تدير لنا لعبة تخدعنا ولا لا؟ الإماتة تقتل، ما نقدر نفهمه. يجي الواحد يقول له هاي جاي تقتله. الإحياء ممكن تدير لنا فيلم واحد دار روحه ميت وتقول له ثور. ممكن تقنع الناس في العالم الأرضي هذا اللي كما تكلمنا عليهم قال الغاشي، ممكن تقنعهم بالخزعبلات هذه. بالصح سيدنا إبراهيم عطاه بين عينيه كعبة للجبهة، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أيوة، شفت المعجزة هذه هي دليل من الأدلة القاطعة على أن الله سبحانه وتعالى له الهيمنة المطلقة على هذا الكون. العشاء مازال 16 دقيقة. ملحظ المعجزات ملحظ عجيب ينبغي أن نقف عنده. نقرأ في القرآن الكريم معجزات للأنبياء. هذه المعجزة التي قرأناها الآن سيدنا موسى عليه السلام هي خرق لهذا الناموس الكوني. ناموس الكون يعني حاجة صارمة كما يقول الحدثيين وغيرهم. لا أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى قد بسط سلطته وسطوته على هذا الكون. من بين الأمور التي أريد أن أطرقها في هذا الجانب معنى الهيمنة، نحن اليوم نقرأ قول الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم. رب سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم في كتابه في عدة مواضع. من بين الأوصاف التي ينبغي أن نستحضرها ونحن نتكلم على اسم الله المهيمن، وصف بهذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. تقول لي كيفاش توش علاقة الكتاب مهيمنا عليه بالكتب السابقة باسم الله المهيمن؟ هي وش الرابطة يا سيدي باش نربطوها بها؟ الله سبحانه وتعالى لما أنزل الكتب وآخرهم هذا القرآن الكريم
الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب سيكون مهيمنا على غيره من الكتب، بمعنى آخر أن المهيمن قال لك هذا الدستور الوحيد هذه القواعد الوحيدة التي تأتون بها إلي، كانكم حابين تجوا. يعني رب سبحانه وتعالى دعانا ولا لا؟ والله يدعو إلى دار السلام. طيب كيفاش يدعي فينا ربي إلى دار السلام؟ دعانا ربي إلى دار السلام بالقرآن. هاي الدعوة، كل واحد وصلت الدعوة. ولهذا ربي سبحانه وتعالى لما نزل القرآن، يعني ونحن نقرأ ذلك في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذه أقوى وأجلى وأوضح آية على هيمنة هذا القرآن. هو الوسيلة الوحيدة للإنذار. كل الكتب نسخها القرآن وهيمن عليها، ما عادش عندها الكتب هذه. التوراة السابقة، الإنجيل، صحف إبراهيم وموسى، الزبور، هذه كل هيمن عليها القرآن، وأعطى الحقائق التي أعطى أسباب الهيمنة. يعني يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. رب سبحانه وتعالى أنزل التوراة على سيدنا موسى، حرفوها، تلاعبوا بها. الإنجيل كذلك حرفوه، تلاعبوا به. فلما جاءت الرسالة الخاتمة قال الله عز وجل عن ذلك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من تجليات هذه الهيمنة أنه لا أحد في هذا الكون يستطيع أن يقترب حتى الاقتراب من القرآن. يروح قرب له أنت القرآن، تحس أنك تهز المصحف تشوف اسم الله المهيمن يدغش ثم هذا المصحف، والله يكون تقرب يا حلال كانت تشوط. حادش. هذه هي الهيمنة. من يجرؤ أن يحرف القرآن؟ من هو يجرؤ؟ شوفوا الأمة الإسلامية والأزمات اللي مرت به، انحطاط وظلم. يعني كانت إبادات جماعية كانت تحصل في الأمة الإسلامية. تشوفوا التتار وش فعلوا في الأمة الإسلامية، وتشوفوا الصليبيين وش فعلوا في الأمة الإسلامية. تشوف يعني في ذلك الزمان، أو مش راك تتكلم على حواضر علمية، رانا نتكلم على بغداد، رانا نتكلم على الشام، نتكلم على أماكن يعني كانوا فيها، يعني تقدر تقول فك الوقت هذاك ممكن يعني ربما 80% من علماء الأمة ثم، يعني بحواضر علمية، بمدارس، مؤسسات. بل قبل ذلك شوفوا الهيمنة بعد نزول القرآن وبعد موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الفتن اللي عصفت وحروب الردة، حتى بدت أنا خايفين على القرآن. معركة اليمن ما عارفين وش حصل فيها. 70 من أو مش من فلاحة ولا من إنسان عادي بسيط، يعني مش انتقاصا من الفلاح، لا أقصد يعني معنى كان علماء وكاين عامة الناس هم يجوا يصلوا. اللي ماتوا اللي قتلوهم قديش. وفي ذلك الزمن القراء كانوا يتوزنوا بمعيار الذهب يا جماعة، راهو ما هيش حاجة سهلة. 70 من القراء ماتوا في معركة. ثم يتجلى اسم الله المهيمن، حتى ولو ماتوا كلهم القراء، حتى ولو أبيدت الأمة ولم يبقى فيها عرق ينبض، يبقى القرآن، لأن ربي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنا مسألة فكرية شوي
تشوفوا اليوم عالم الأفكار متداخل يعني شيء رهيب. كاين اليوم راهم يتحدثون عن الديانة الإبراهيمية. الديانة الإبراهيمية هذه التي هي كفر صراح، قولها وعاودها ورد بالك تتحشم منها ذنب. الديانة الإبراهيمية هذه للأسف الشديد التي تولت كبرها بعض الدول التي يعني فشى فيها هذا السم. الديانة الإبراهيمية التي تقول بأن اليهود والنصارى والمسلمين راهم على حق وراهم أصحاب دين كيف وانت كي تكمل خدمتك وتجي جاي، كان لقيت الجامع قريب خش، كان لقيت الكنيسة قريبة خش صلي، كان لقيت الكنيسة تاع اليهود خش بندر معاهم وروح. قاعد والو هذا اللي يسموه الدين، دين الإنسانية. ولقاك الإنسانية هذه يزيها من التشتت ويزيها من التشرذم. نعم. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن آخر نقطة تكلمنا على هيمنة القرآن الكريم التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى ومهيمنا عليه. القرآن هذا ناسخ لجميع الكتب. لا يوجد اليوم في الدنيا كتاب يصح أن نتعبد به إلى الله وأن نجعله قائدا يسوقنا إلى الله إلا القرآن الكريم، ما كانش من غيره. وهنا يأتي السؤال الأهم والأبرز. طبعا تكلمت على أصحاب الأفكار المسمومة الذين يريدون أن يساووا، يعني حاب يساوي بين مسلم موحد يعني منزه لله سبحانه وتعالى يريد أن يساويه بمشرك مثلث. واحد يعتقد أن الله يعني كما اليهود دايرين باللي عندهم رب خاص بهم هم، أنتم كل خاطئ والله ربنا احنا يرى وحده. ويعني لا أريد أن أفصل في هذه العقائد، لكن لا يستويان. يعني كيفاش راك تجمع، كيفاش راك تخلط؟ يعني ما تجمعش الخل والعسل، لا يجتمعان. يعني كما قال واحد قال شو ديروا لنا رضخه بالحلقوم، رضخه تصور انت طماطم وبصل ودير فيها الحلقوم، مش من طعمه باش تجي. هذه الهيمنه، هذه هيمنه القرآن الكريم ينبغي ان يتبعها وفقا لاسم الله المهيمن. من تحقيقه ينبغي ان تهيمن الامه. واليوم يعني نحن نريد أن نتكلم من واقعنا. تشوفوا اليوم الأمة الإسلامية ونتكلم عن أهلنا في غزة على وجه الخصوص وعلى المسلمين الذين يقتلون ويبادون. يعني شيء مؤسف جدا أن يصير الحال إلى هذا الحال. وفي هذا المقام يعني نريد أن يكون الكلام علمي فكري واقعي. وجدت كلمات يعني رائعة جدا للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. عنده واحد الكتاب، الشيخ محمد رشيد رضا عنده واحد الكتاب اسمه الوحي المحمدي، كتاب قيم، الوحي المحمدي. يتكلم الشيخ محمد رشيد رضا يعرض في شبهات حول القرآن الكريم. وكان الغرض من الكتاب، وش هو الغرض من الكتاب؟ هو مخاطبة الآخر. حاب يخاطب يعني أنتم يا أيها الأوروبيون، يا أيها الأمريكيون، هاو إسلامنا، هاو ديننا. حاب يخاطب الناس. فجاء إلى فصل مهم ذكره في المقدمة عنون له بعنوان حجب تحجب كما سماهم هم الإفرنج، يعني هذوم الغربيين والأوروبيين، عن الاقتناع بنا، عن الاقتناع بالإسلام. كاين واحد الحجب قائمة اليوم راهي مانعة من هذه الهيمنة، من هذا الانتشار للقرآن الكريم كونه هو المهيمن. ينبغي أن تكون أيضا الأمة تبعا لكتابها مهيمنة. فقال بأن أسباب هذه الحجب، قال لقيت ثلاث حجب تمنع غير المسلمين أنهم يشوفوا ويسمعوا ويقتنعوا. لأن اليوم عمليات اللي راهي إيصال الإسلام
للآخر، يقولوا الآخر معناها للغرب، في أوروبا، في أمريكا، في الصين، في غيرها، في أغلبها راهي محاولات يعني واجتهادات فردية. يعني الكافر هذاك قاعد يخمم ويفتش ولوين اهتدى. الحجب هذه ثلاثة. قال الحجاب الأول هو حجاب ديني من أعداء الله اللي وصفهم يعني بالكنسي، الكنيسة اليوم اللي راهي متجلية في أوروبا وإسرائيل وأمريكا. يعني الكنيسة راهي تعمل على تشويه صورة الإسلام، تعمل على التشويه. واليوم عاد يولدونا في أسماء جديدة. مانيش نحب نتكلم عن الأسماء القديمة. اليوم يجي يقول لك الإسلاموفوبيا. أتونسيون، أمريكا لما جابت المصطلح نتاع الإرهاب، مصطلح له أبعاد كثيرة. حتى الجزائر وصفتها أمريكا بالإرهاب. الجزائر يعني، وهم يقصدون الإسلام، مش يقصد الإرهاب، يقصد الإسلام، يقصد القرآن. هذا هو المعنى المقصود. ولهذا مش تعرفوا باللي المسألة خطيرة جدا. يعني هؤلاء الذين يذهبون إلى أوروبا وأمريكا ويقتنعون بأطروحاتهم ثم يأتون إلينا ويحدثوننا عن أفكار جديدة، وراكم ما فهمشكم فاهمين الإسلام. واليوم قد فتحت لهم الفضائيات، مفتوحة لهم الفضائيات، راهم يقولوا وش يحبوا. تشوف تفتح قنوات الآن راهم يعني الآن كما محمد شحرور يعني راه يكرم ويفوز في الإمارات بأنه جعلوه هو رجل العام. يعني كل عام يديروا رجل شخص ويحبوا يخلطهم، كما الرضخة تحدثنا عنها قبل. مرة الشيخ الشعراوي ربي يرحمه ومرة محمد شحرور. تو تجيب الشيخ الشعراوي ومحمد شحرور ما كاينش فرق كبير بيناتهم. هذا الحجاب الأول، أنهم يسعون سعيا حثيثا إلى طمس صورة الإسلام. الحجاب الثاني يقول رجال السياسة الأوروبيون الذين يستمدون هذه الأفكار من الكنيسة. واليوم راهي متجلية. تشوف أنت هذه السطوة تاع أمريكا وإسرائيل وقتل والذبح الآن المسلمون الذين يموتون في غزة. يعني اللي راه يتكلم لك على أرض وأنفاق، الأمر أبعد من ذلك. كاين معدن نفيس راه مازال موجود ثم، كاين معدن خاص مازال موجود في ذلك المكان، لأن الأمة اخترقت، الأمة مخترقة، اختراق روحي، اختراق عقلي، اختراق فكري، اختراق عقدي. ضعف يعني هذاك الضعف يسهل الآن الهيمنة والسيطرة نتاعهم هم علينا احنا. هذه المسألة الثانية. يعني كي نقولوا رجال السياسة يعني الحكام القادة نتاعهم الذين يسعون سعيا حثيثا إلى، وكم تشوفوا الآن لما يجي رئيس دولة يعني بالأمس وحتى لليوم دولة استعمارية قتلتنا وذبحتنا وفعلت فينا الأفاعيل هنا في بلادنا الجزائر، يجي في برلمان دولة عربية مسلمة ويحل فمه ويتكلم لك، يقول لك هذا نتاع غزة ناس همجيين، ناس بربريين، ناس، هذا رئيس الفرنسي يعني في البرلمان المغربي. مشكل كبير هذه من بين الخطط، لأنك هو كمسؤول عارف وش راه يقول، هو كمسؤول راه مش يقول في الكلام هذا وين يقول فيه عبثا واعتباطا. لا، هذا الحجاب الثاني يعني أن الساسة القادة نتاعهم باش يمنعوا، وهذا متجلي في القوانين التي يسنونها في بلدانهم. الحجاب الثالث وهو المؤسف، يقول الحجاب الثالث هو جهل المسلمين بدينهم. كاين مشكلة أخرى راجعة لنا احنا. الشيخ الغزالي عليه رحمة الله يقول أن في معنى كلامه، يقول كثير من الكفر المنتشر في الأرض اليوم، قال نخشى أن نكون نحن السبب فيه. هيا تو وش فينا ما يعجب الرب احنا، وش فينا ما يعجب. هل نحن الآن كمسلمين الآن يعني شيء رهيب، سواء على المستوى، حتى على المستوى القمة، حتى على مستوى بعض المفكرين والعلماء، وتتكلم على مستوانا كعامة، شيء مؤسف جدا. هذه كلها أمور تمنع من أن يبزغ نور الإسلام، من أن ينتشر هذا النور، من أن يكون له هيمنة تبع لهيمنة القرآن الكريم. هذا كتشخيص معناه المسلم يضع بين حسبان هذه. احنا اللي همنا فيها هو
جهل المسلمين بدينهم. وأريد أن أختم بنقطة نختم بها. اليوم للأسف الشديد وإحنا مهمتنا أننا نحصن المسلمين. مواقع التواصل الاجتماعي هذه فيسبوك وغيرها الحقيقة والله أحيانا يطير عنك النوم. بكري الآن إحنا المسلمين الجاهلين بدينهم بكري كان يعني حسراه باش يروح مثلا هو هذا الغربي أو الأوروبي اللي باش يحاول يفهم عقلية المسلمين كيفاش يفكروا. بكري راهي كانت فيها خسائر كبيرة، فيها سفر وفيها اليوم نحن أصبحنا نقدم أفكارنا وسذاجتنا وغباءنا أكرمكم الله. أصبحنا نقدم فشلنا، انحطاطنا، سوء تفكيرنا، أصبحنا نقدمه مادة جاهزة لهؤلاء. تشوف اليوم والله تشوف أحيانا بعض المقاطع بعض الدعاة ولا بعض تلقيه يتكلم في كلام تقول هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كيفاش هذا باش يقتنع؟ مثلا أنا من خلال تخصصي نقرأ في مثلا في باب العقيدة وباب الشبهات في قضية الإلحاد. يقتضي الأمر أني كاين مثلا مجموعات هكا تناقش في الإلحاد وكذا، نشوفها نطلع عليها بحكم مناقشة الإلحاد المعاصر. والله يا جماعة غير شيء مؤسف. وش يديروا في المجموعات؟ يجيبوا هذه المقاطع، يجيب لك مقطع نتاع إمام يقول في حداثة ما عندها حتى أصل من الصحة ويحطوها ويقول لك ها المسلمين كيفاش يفكروا، وتلقى 3000 تعليق كلها ضحك وتطيح بالمسلمين. الآن يعني إحنا الآن رانا أصبحنا نقدم هذه المادة المنفرة على الإسلام، ولهذا لازم نحتاط خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أن نكون على وعي كافي بما يحاك لهذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرض ما يمكن عرضه حول هذا الاسم، اسم الله المهيمن. أسأل الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.